أنا بيسان من الجزائر وعمري 11 عامًا ولدي 3 شقيقات أكبر مني. كانت أمي التي تبلغ 47 تعمل في التجارة، حيث تبيع ملابس نسائية في محلها التجاري، وتقوم بعرضها على صفحتها في انستغرام في بث مباشر، وتقوم أحيانًا ببث يومياتها معي ومع شقيقاتي. منذ عدة أيام عدت من المدرسة إلى البيت، وعندما شاهدت أمي على الأرض وهي مدرجة بالدماء والسكين في رقبتها أصبت بحالة هستيرية، وبدأت بالصراخ والبكاء، فطلبت مني تصويرها في بث مباشر وأن أذكر أن الفاعل هو خالي. في ذلك اليوم بعد أن انتهت من البث بساعة أتى شقيقها إلى البيت، وحصلت مشاجرة بينهما، فذهب إلى المطبخ وتناول سكينا وطعنها في رقبتها. شاهد بعض المتابعين البث وقاموا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، وتم نقل أمي إلى المشفى وقد تجاوزت مرحلة الخطر. تم القبض على شقيق أمي بتهمة محاولة القتل وما زال في تحقيق.